بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عنوان طبعا الفيديو واضح. من ربع كيلو لحمة مفرومة، ادي ايوه ربع كيلو لحمة مفرومة هنعمل 12 سندوتش. 12 سندوتش ايه؟ 12 سندوتش برجر. تمام. عندنا بصلاية كبيرة اهي حطيناها في الكبة. هنسمي الله كده وهقول لكم ازاي نعمل البرجر حلو قوي وطعمه حلو واقتصادي كمان، زي ما عودتكم ان وصفاتي دايما كلها اقتصادية، وكمان يبقى طعمها حلو. وطبعا كلنا عارفين دلوقتي في الصيف وخروجاتنا، بنبقى عايزين سندوتشات وحاجات سريعة كده. رايحين بحر، رايحين نادي، رايحين فسحة، رايحين نقعد كده على البحر شوية حتى من غير ما ننزل مية. بنبقى محتاجين سندوتشات سهلة وسريعة وكمان ما تكلفناش كتير. طبعا كلنا دلوقتي بنسمع من بره بقى اسعار السندوتشات بقت بره عامله ازاي، فاحنا هنعملها بقى في البيت بايدينا. عارفين احنا مكوناتها ايه ونضيفها ازاي، وهنطلع احلى سندوتشات ان شاء الله. اخدنا البصل ضربناه في الكبه وعصرناه منه الميه بتاعته كويس، ونزلنا عليه باللحمه المفرومه. انا عندي كان ربع لحمه مفرومه في التلاجة. تمام. وعندي كده بطاطس مسلوقه، هحط منها كام بطاطسايه اسفه. مش هحط طبعا كل البطاطس دي استحاله يعني. انا بحب بس لما بسلق بطاطس بسلق بزياده واحطها في التلاجة، عندي بتنفعني بقى في فطار، في عشاء، جنب غدا. بتنفع بصراحه. ادي الخلطه بتاعتي بعد ما ضربتها في الكبه كده وبقت شبه العجين كده شويه. هاخدها بقى في بوله عشان هحط عليها اضافات والتوابل بتاعتي واعجنها كويس جدا. نزلت كده الخلطة بتاعتي الحلوة ديت من الكبة كلها. وهعمل ايه؟ طبعا كلنا اتفقنا ان البهارات بنحط زي ما احنا عايزين البهارات اللي بنحبها. عندك طبعا عند العطار بتلاقي عنده بهارات البرجر، بتقولي له انا عايزة بهارات برجر. تمام. ما عندكيش؟ طيب هنعمل ايه؟ هنحط بقى بابريكا مدخنة عشان تدينا طعم كده تحفة وجميل للبرجر بتاعنا ويبقى مميز. عندي كمان 7 بهارات وفلفل اسود. وهنظبط الملح بتاعنا ويبقى كده البهارات بتاعتي تمام، وحطيت كمان رشة قرفة صغيرة. تمام. مش هنكتر الملح. لو هتحطي بهارات البرجر ما تكتريش ملح خالص، عشان البهارات اصلا بتاعت البرجر بيبقى فيها ملح. وهحط كمان معلقة سمنة. انتي عندك بقى دهن من العيد كده، من لحمة العيد. حطي شوية دهن مع البرجر، طبعا بيدوا طعم حلو قوي، وبيبقى شبه كده سندوتشات البرجر اللي بناكلها بره. تمام. انا ما كانش عندي دهن بصراحة زيادة، فعملت ايه؟ حطيت معلقة سمنة عشان تعوض لي ان ما عنديش ان نسبة الدهن اللي تحط فين في اللحمة. تمام كده. وهنعجن بقى الخلطة بتاعتنا دي كلها، وهنحط ايه كمان؟ عندي بقسماط مطحون، او البقسماط اللي بيتباع عند العطار السايب، فطبعا ده كمان بيبقى فيه ملح، فنحاول على قد ما نقدر نقلل الملح في الخلطة بتاعتنا عشان بس ما تبقاش ملحها زيادة. وهحط كمان نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر ليه؟ عشان ما تبقاش العجينة بتاعتي مكتومة وانا بسويها، ما احسش ان هي من جوه شبه العجين، خصوصًا إن أنا حاطة بطاطس وحاطة كمان بقسماط. تمام. بس كده تمام. وهاحط كمان معلقة نشا عشان اللحمة بتاعتي ما تكشش كويس، عشان يبقى حجمها البرجراية كده بحجمها زي ما هاقرّصها، تفضل بحجمها شوية إلى حدٍ ما يعني ما تكشش. تمام. بس وادي الخلطة بتاعتنا دي. تمام كده جميلة وحلوة أوي. لو مستعجلين ما فيش مشكلة إن إحنا نحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة بس زي ما أنا عملت كده. كنا مستعجلين عليها وأخدنا الساندوتشات وطِرنا على فُسحتنا. تمام. و لو طبعًا الأحسن إن إحنا نحطها في التلاجة مدة محترمة، يعني حُطّي ساعة، ساعتين، هتعمليها من بالليل وتسيبيها في التتبيلة ديّة لحد تاني يوم كمان، تبقى أحلى وأحلى. تمام. عندك بقى المكبس بتاع البرجر طلعيه ست الكل كده عشان نعمل السندوتشات بتاعتنا. طب ما عنديش مكبس برجر زي حالاتي كده، عملت ايه؟ جبت غطاين من برطمانات عندي، واحد كبير والتاني اصغر منه سيكه صغننه، وهعملهم مكبس محترم اهو. وهطلع القرص، هتشوفوا دلوقتي شكل القرص ايه، ولا اجدع مكبس برجر طالع. تمام. ناقصه بس الخطوط بتاعه المكبس ديت وتبقى مكبس يعني. وآدي البرجر بتاعتي أهي. ده كيس نايلون أهو، حطيته في الغطا عندي، ودهنته شوية زيت خفاف كده عشان أقدر بس إن أنا أطلّع البرجراية تبقى شكلها مضبوط، ما تتبعجعش كده منّي وتبقى شكلها مش لذيذ.
تمام، ادي القرص اهو، هتشوفوه لما اطلعه بقى من الكيس النايلون كده. شوفوا بصوا الشكل بقى، يا جماله يا جماله. مكبس ولا مش مكبس؟ مكبس اهو، مية مية. تمام، وعملنا السمك الحلو ده كده عشان ما يكشش مني كتير، ويبقى الطعم كده واحنا بناكل بقى البهارات مع الخلطة الحلوة بتاعتنا، يبقى الطعم كده ايه في الساندوتش كده محترم. بصوا الحجم ما شاء الله ما شاء الله، الحجم ده. الخلطة بتاعتي بالربع كيلو لحمة مفرومة عملت لي 12 ساندوتش، يعني 12 برجراية. شايفين ما شاء الله، بربع كيلو لحمة بس أكلنا البيت كله، وفسحتنا كانت تمام التمام وجميلة. في طاسة بقى على النار هنسخنها وننزل بشوية زيت صغيرين، طبعا مش هنقلي بقى بطاطس، مش هنحمر بطاطس مثلا، فمش هيبقى الزيت بتاعنا غزير، هيبقى الزيت خفيف كده زي ما انتوا شايفين اهو في الطاسة. وهنحمر بقى او هنشوح البرجر بتاعنا بالراحة بقى كده. طبعا انا قلت لكم هنا عشان انا ما سبتش العجينة بتاعتي ديت في التلاجة، فكانت لسه ما مسكتش نفسها كويس، بس هي برضو مش وحشة يعني. بصوا هي لسه محتفظة بقوامها برضو، مش وحشة، بس طبعا كل ما نسيبها في التلاجة كل ما تبقى احسن. وهنشوح بقى البرجر بتاعنا اهو، واحنا بقى في نفس الوقت كده مجهزين العيش بتاعنا الكايزر الحلو ومفتحينه عشان نحط فيه البرجر كده، ومقطعين كمان شوية طماطم وشوية خيار ترانشات. عندك بقى كابوتشية كده كمان حلوة، قطعي الورق بتاعها، انا ما كانش عندي بصراحة، فقطعنا خيار وطماطم بس، وجبنا الكياس بتاعة المايونيز والكاتشب دي، بتنفع ان كل واحد ياخد الساندوتش بتاعه ويحط عليه الكاتشب والمايونيز براحته. طبعا مش هنحطهم من البيت عشان ما يعجنش عقبال ما نوصل للمكان اللي احنا عايزينه. وكانت السندوتشات بتاعتنا تحفة تحفة تحفة، مش عايزة اقول لكم بجد جربوها، سندوتشات الصيف بقى السريعة، ايه السهلة الطعمة الجميلة اللي هتنقذنا في اي خروجة على البحر بقى في النادي، هتنفعنا واقتصادية كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.